بصوا المقشر عمل ايه في ايديها. بس ايه ده مش موجود فيه. الله جميل جميل يا مرمر، من غير بقى ما تصبغي حواجبك ولا اي حاجه خلاص. ده يقعد كام يوم من ده يا مرمر؟ يقعد كام يوم في الحواجب؟ 3 ايام. جامد قوي. البني رهيب يا بنتي. الايه بتجيب المستخبي فعلا. بصي بقى ريحته كمان شوكولاته خالص. جميل. وريني كمان الريحه. ده اللي عاوزه البني. امسكي بس كويس. ده شوكولاته على الاخر. اوكي ده بعد بقى الخريطه اللي هي عملتها على ايدها دي. بكسي ب 35. ده انا هخليكم تشوفوا حاجه ليها العجب عند مرمر النهارده، بس يا ريت تكملوا الفيديو للاخر. لا وغير كمان ان هم عاملين مستخلصات كمان مع القهوه بتساعد بقى على تفتيح البشره، خلايا جلد ميت، خطوط تعبيريه. انزلوا بدري في حاجات بتخلص عندها بسرعه. ايه ده يا مريان؟ ده سيفورا. ايوه. على غفله كده قلت اعدي عليها شوف الشغل الجديد، لو عندها شغل جديد اصوره بخلاف الشغل القديم اللي موجود عندها. جوله النهارده من عند اكبر فرشه واشهر فرشه للميك اب والسكين كير، من عند ترند وكاله البلح مرمر الوكاله. تعالوا بقى نشوف ايه الجديد عندها، ووصف المكان بكون سايباه اخر الفيديو. اسيبكم على الفيديو لايك وشير كتير عشان اكبر كم يستفاد. ولو انت اول مره بتشوفيني اشتركي معايا في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد. يا صباح الفل، عاملين ايه؟ عندكم حاجه جديده؟ هو انا كده كده جايه اصور للناس بقى اللي طالبين مني فرش مرمر الوكاله. لو في جديد نبدا بيه. ماشي. ايه الجديد اللي عندك؟ الحمد لله. ايه الجديد بقى اللي معاكي النهارده؟ انا شايفاكي جايبه اقلام روج جديده. وريني كده، انت بتطلعي قطعه قطعه، هتشيلي الباكج كله. بصي هتجربي عشان الناس اللي اول مره ايه تتابعنا. الوان رهيبه. نشوف العروض اللي هي عروض علينا. وفي عروض النهارده صح؟ الناس بيقولوا في عروض. احنا جايين معاها، جايين في عروض؟ على حسها على فكره. حبيبتي ربنا يخليكي. الالوان الجامده دي يا مريان. ايه ده يا مريان؟ انت خنتيني ومجربه لحد قبل ما اجيلك؟ شفتي؟ ايه ده؟ يعني اي حاجه يا جماعه اللي عاوزين تجربوا بتجرب. انت تيجي ماشي. كمان كان معاكي حاجات وخلصت. عاوزه اقول لكم بقى انزلوا لها بدري، بتبقى جايه بتلاقي الناس مستنياها. وريني يا مريان كده اهو. قربي عليا. ايه الالوان الجميله دي؟ الوان جامده. بصوا كشمير بقى، نبيتيات غامقه، بطيخي. بكام يا مرمر؟ 35 جنيه. 35. متهيألي يا مرمر اسعار اقلام الروج ثابت عندي اللي هو 35 سواء الوان مط. طب ورينا بقى، انا مش هحرق الفيديو، ورينا انت طلعي لنا بقى المستخبي عندك كله. وشايفه معاكي برضو ده روج جديد. بصوا انا عاوزه اوريكم الوانه. بصوا يا جماعه، بصي بقى. متهيألي اللي انت وريته لنا في الاول ده ثباته اعلى. هو ده ثابت، ده مط. بصوا الوانه. ادي لون وادي لون تاني، ده مبيتي بقى. ادي التاني. الله الله جميل يا مرمى. 50 يورو. بصوا الوانه كتير، يعني اللون كمان فيه منه درجه واثنين وثلاثه و10 موجوده. تمام. عشان كده بقول دنيا الميك اب وعالم الميك اب والسكين كير عند مرمر. بكام ده طيب؟ ب 20 جنيه. انا لسه هقول لك يعني بكام دي. اقل من 35 ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. انت بتتكلمي جد؟ بجد. وريني كده. اللي يعجبه يا جماعه حاجه ياخدها سكرين عشان تسهلوا الامور على نفسكم. عند مرمر ب 20 جنيه قلم الروج. ده ماركه سيفورا ب 20 جنيه. فكره انا دايما اقول عليكي قروبه ما شاء الله. طب ايه تاني؟ يبقى عندنا قلم روج سيفورا ب 20 جنيه قلم الروج والوان كتير. جايباها من الصبح، دي اخر قطعه واخداها من الزبونه عشان اصورها. عشان كده بقول والله انزلوا لها بدري، زي ما شفتوا كده في بدايه الفيديو بيبقى عليها زحمه، تيجي بتلاقي الناس مستنياها. جامده 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 جامده. دي فيت مي. بصوا اول ما طلعت الفرشه بصي مليانه. بصوا بقى نقطه رهيبه رهيبه يا مرمر، رهيبه. دي 100 جنيه. ب 100 جنيه. ما تحبش. ثبات 24 ساعه. حبيبتي ازاي؟ اللي وريني يا مريان الحاجات القمر دي. 75. ده بقى حاجه جديده النهارده. ده طبعا للعرايس بتاعتنا القمر الجامده. تمام. ماشي. حلوه قوي قوي قوي. كريم كتفتيح وكصنفره للجسم. جميل والريحه، جدا. انت قلت لي ريحته رهيبه. حلوه قوي قوي. طبعا حليب الاماراتي. الشركه دي معروفه جدا وحلوه جدا. ودي اخر قطعه حضرتك هتصوريها. دي اخر حاجه؟ ايه ده انت زعلتيني، يعني مش هتجيبي تاني؟ لا يعني هتجيبي تاني بعد كده. انا شلتها لك والله عشان لما تيجي تصوري. حبيبتي والله تسلمي لي، كلك ذوق. ريحه 2 3. دي بقى غير اللي احنا مصورينها قبل كده. ده الجديد بقى من الروايح. ماشي. طب انهي احسن يا مرمر؟
هاتي اللي تشين كده. ايوه دي. هو ينفع افتح اشم ريحتها ولا انت بتبقى عشان مجربه دي تقولي كده لي؟ 4 ماشي. ده اللي هي الكيك، ريحه الكيك. ادي تمام 4 اهو. كان في برضه تاني بس خلص الصبح. ماشي، ما رضيتيش عليا. ينفع افتح اشم الريحه ولا انا مثلا اقول اقول لك ما بفتحش بس هفتح هي عشان متبشمه؟ تشمي. تمام، يعني لو انا يعني انا زبونه، سيبك بقى ان انا ناديه النوبي، انا زبونه لا ما ينفعش عشان ما ينفعش ان هي حرام عليا اللي متبرشمه. هتيجي. بصوا بقى، البياع اللي عنده امانه وعنده ضمير هيدي من ضمن الناس المحترمه اللي عندها امانه، ما بترضاش تفتح علشان ايه؟ ده بيروح لغيرك وبيروح لغيرك، بس هي بتفتح لينا عشان التصوير لان هي مش هتستخدمه. طب تفيديني بقى انهي ريحه اشد؟ كل واحد وليه ذوقه، لان بصي بيبقى اذواق. بكام ده؟ اني ده ب 200 يا مرمر ولا بكام؟ 150. ده 150. 150 يا ابله. انا فاكره ان انا صورت معاكي حاجه ب 200 قبل كده. هو ده؟ يعني انت نزلتي 50 جنيه مره واحده؟ اشم كده واقول رايي. 3 مع بعض. الله، ايه ده؟ لا انا هخليكم تشموا وتقولوا لي بقى رايكم، مش هتلمسوا. رهيبه. شمي، لا شمي، لا قولي لي رايك للناس. من اول ما فتحت ريحتها طالعه من غير ما تجرب. ده حلو قوي بقى العرايس. طب انا بقى مش عروسه ما ينفعش اشتري، ما انا عاوزه ادلع نفسي برضه. مسكي بصي اللي جوزها طفشان ريحتها يجي تحفه، عندنا. سامعين؟ لا تحفه. بصوا الريحه هلزق في البيت ب مش 150 هينزل. جنيه، يعني نزلك كمان 50 جنيه من ثمنها. هي اصلا في العتبه ب 250. بصوا بقى اسمعوا، في العتبه بكام؟ ب 250. والله العظيم يا جماعه انا كنت بصور جولات في العتبه في روشات الشارع، بلاقي ان الاسعار اغلى من عند مرمر، اللي بيقعدوا يقولوا منبع الجمله واسعار اقل، لا اسعار مرمر اقل كمان من منبع الجمله. جميله. ماشي يا مرمر، عندنا كذا ريحه اهي منها، والفانيليا دي ريحه شم الريحه؟ لا ريحه رهيبه، هي اول ما فتحت فعلا ريحه طلعت. بصوا الناس بتاخد ايه، بتقول ايه، هي اول ما فتحت الريحه ايه، مفحفحت. جميله يا مريان، كل حاجتك جميله وكل شغلك حلو. ايه تاني يا مرمر؟ خليه يجيب لي مبرد بس بلاش حديد. دي صابونه بيكني حاجه تانية غير اللي مصورينها قبل كده؟ ماشي. طبعا اول واحده تنزل بصابونه ماء الذهب ايه ده؟ والكولاجين. ماء الدهب كمان عملوه صابونه؟ طب قولي لنا بيعمل ايه بقى، انت اتكلمي عن شغلك. صابونه ماء الذهب والكولاجين دي معروفه، شد البشره وتفتيح البشره ونضاره للبشره. 35 يعني هي مش محتاجه، فاهمه قصدي؟ تمام. 35 و25 25 اللي هي العرقسوس، 25 والبان الدكر يا مرمر الناس كانت بتشكر فيها، موجوده ولا خلصت؟ في البان الدكر؟ في البان الدكر معاكي؟ بص 25 دي. طب دي ايه بقى؟ صابونه قهوه؟ القهوه طبعا. دي حاجه تانية؟ جديده غير اللي انا صورتها معاكي، ورينا كده. شوفي بقى كيس البن بقى بكام، احنا وفرنا للرجاله قد ايه. لا وغير كمان ان هم عاملين مستخلصات كمان مع القهوه بتساعد بقى على تفتيح البشره، خلايا جلد ميت، خطوط تعبيريه. عامله كام؟ 25 25. طب حلو، كان عندك حجم كبير ب 50 جنيه. صابونه مسك الطهاره. وصابونه مسك الطهاره. الله، حلوه. بكام دي يا مرمى؟ 25 برضه. 25. تمام، بس هي اللي بماء الدهب دي اللي ب 35، اللي هي بماء الدهب والكولاجين. ماشي. ايه تاني؟ والبيكيني كام؟ صابونه البيكيني ورينا كده. بصوا ريحه بقى حلوه الاماكن البيكيني. لا ريحتها حلوه. بكام دي يا مرمى؟ 25. 25. هي ريحه بس يا مرمر ما بتفتحش؟ لا 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 تفتيح. ريحه تعطيل وتفتيح. المكان. تمام. في ايه تاني؟ بص يعني انا من الفروشات الحلوه برضو اللي بحب اقف كده قدامها مش عاوزه امشي، فرش مرمر بجد والله العظيم يا جماعه. الميك اب بقى كتير وحاجات كتير وشركات ودرجات والوان، واللي نفسك فيها تلاقيه. لو عروسه مرمر كمان هتساعدك تختاري ايه وتفيدك وتقول لك خدي ده وخدي ده. انت مرمر؟ انا بصوا اشهر من النار على العلم. احنا جايين لك. وريني يا مرمر. بيثبت يعني بيثبت قد ايه درجه. يا توته فين طيب؟ شادو بقى، كونسيلر، 2. صح كده؟ اتكلمي انت عن شغلك. بصي اي شادو، كونتور، كونسيلر، تنت، روج. بص وتنت كمان وروج. ماشي، كل حاجه ممكن تتخيليها هيمشي معاكي. وعاوزه اقول لكم هتتصدموا بعد شويه من السعر عشان انا صورته، 15 جنيه. والنهارده جايبه الوان تانية بقى كتير. بصوا القلم ده وده دوف. 15 جنيه. بصوا دوف. ينفع هايلايتر يا مريم؟
هايلايتر اه لو ابيض شويه او واخد على فضي الالوان اللي بتاعه. بتثبت لو سمحت. اه بصوا زي البيج ده ينفع هايلايت. فبصي اصلا بصوا بقى بصوا بيدي تنويره اهو، بيدي نضاره جامده قوي. جميل قوي. وشادو عند مجمع العين ايوه كمان. انا يعني كل حاجه كتير، يعني كذا حاجه في حاجه واحده. لو سمحت. طب هنرفعها على فكره يا عم 15 جنيه يا لو مرمر. سمحت. بني فاتح ولا غامق؟ عايزه عايزه الراجل اللي بيثبت. بصي والرمادي ده برضو شادو حلو، كحلي ينفع. مفيش غير 4 هو انا عايزه روج بيثبت. وريه يا بابا. وريها الروز اللي بيثبت. جميل يا مرمر. الروج اللي بيثبت. اي حاجه تعجبكم خدوا سكرين. وعاوزه اقول لكم مريم بيبقى ليها واتساب، هسيب لكم رقمها، هو كده كده الرقم على الشاشه، برضه هسيب لكم رقمها في اول تعليق. ده ثانيه ده روج ثباته عالي بقى صح؟ بتقولي ده ثباته عالي. طب انا عايزه اشوف الوانه ايه من جوه. وعندها كمان الروجات اللي هي الشوكولاتات، بصوا اهي بني شوكولاته نبيتي بقى. بصي بقى وريني كده يا لما مرمر. تجيلك عروسه انا بيجوا لي دايما ياخدوا البالت ده كله على بعض. عشان العروسه بتبقى عاوزه كذا لون، بتبقى عاوزه تشكيل. هو اصلا جامد جدا، انا كنت حاطاه يوم عيدنا كان رهيب رهيب رهيب. حد معاه 5 جنيه في الوقت. ايه ده؟ وريني تعالي هو مفيش لون البامبا؟ وريني يا مريم كده، قربي عليا. بامبا يا مريم. هطلع درجه اللون، بصوا درجه اللون رهيبه. الناس بقى اللي بتسالني على وصف المكان يا جماعه، انا ببقى سايبه وصف المكان اخر الفيديو، ازاي توصلوا لها مترو او مواصلات. وريني وراك يا مريم. بصوا الوان بقى كشميريات، نبيتيات، بنيات، وثبات بقى. لا مش عايزاها. بصوا ثبات. عايزه بامبا. مريان انت ضوافرك اللي باينه، الحاجه مش باينه. الله بصوا اهو جميل. هاتيلي انت. القلم بكام يا مرمر؟ انا عايزه بامبا. 35. طب العروسه لو انا هتاخد ده بجرب كله وهطلع لك البامبا ماشي عشان اعرف هي أركز تجرب معايا. عشان ماشي هطلع لك اللي انت عاوزاه، بس عينيا ليكي. صبر علينا. الله ايه ده؟ ثبات بقى. ثبات كلت 24 شربتي ساعة. غسلتي وشك مفيش منه اي مشكله. انا في واحده بيجي لي اخر النهار مخصوص عشان البالت ده. تمام. الله جميل. حلو اللون ده. جميل. تحفه. 15. بصوا الوان كتير. انت قلتي كام يا مريم سعره؟ 35. طب والله يا بلاش يعني 35 قلم روج وحاجه نظيفه جدا ومش نواقص ومش مستعمله، والعلبه احنا فاتحينها قدامكم اهو، والوان بقى كتير. الله والبني ده جامد قوي. البني رهيب يا بنتي. الايه بتجيب المستخبي فعلا. بصي بقى ريحته كمان شوكولاته خالص. جميل. وريني كمان الريحه ده اللي عاوزه البني، امسكي بس كويس، ده شوكولاته على الاخر. طب لو عروسه بقى يا مريم هتحسبي لها بنفس ثمن القطعه ولا البالت ليها ثمن تاني؟ طيب لو عروسه تاخد الكميه دي كلها سعر تاني خالص غير القطعه 35. وعاوزه اقول لكم كمان التجار في ناس بيجوا هنا اللي عند مرمر، في ناس هنا بيجوا عند مرمر بيبقوا عاملين فكره مشروع بسيط بتسوق ليها مثلا لجيرانها. بتبقى اسعار برضو لو هتاخدي كميات غير اسعار القطع اللي احنا بنعرضها، وهي بتساعدك وبتقولك خدي ايه. وبجد والله العظيم من الناس المحترمه ومعاملتها حلوه جدا. مرمر الوكاله، عشان كده على طول بتلاقوني كل اسبوع بحب اصور عندها. ما تمسحيش بقى، ده احنا عاوزين بقى نجرب للناس. ما تمسحيش، احنا عاوزين نجرب للناس الحاجات بقى اللي بتشيل الخريطه اللي في ايدك دي كلها. لا مش هو. معلش يا مرمر هتعبك معايا وهاخدك من الناس، بس جربي لنا بصي يا مريم علشان في ناس اول مره بتتابعنا، فجربي المقشرات بقى اللي بتشيل حاجات رهيبه من البشره فعلا بجد. وحاجات بصوا بقى كل اللي في ايدها ده ولا حاجه هتهبب زي المسكره ولا حاجه بقى هتعمل. لا انتوا شوفوا بقى بنفسكم. وعاوزه اقول لكم الثبات. هنسيب شويه وبعدين هنشيل. ماشي تمام؟ نعمل اي حاجه تانية لغايه لما يبتدي ينشف. ماشي. ده بيتحط بقى على بشره الجسم على اي مكان. عشان خاطر ايه؟ بصي ماشي بقى، شيلي بصي كده بصي. اهو. بصوا بقى الثبات. بصي بقى. قربي طيب قربي. بصوا الثبات يا جماعه بتاع الروج. بصوا الثبات عماله بقى. ده وايبس على فكره، ده وايبس ودعاكي بقى دعاكي يعني لو كلت شربتي مفيش منه اي، ده لو هيعمل اي حاجه. اول واحد دول اللي انت بتمسحيهم هم الروجات اللي انا حطاها اهي. كلت شربتي ثابت. ما كنتش عارف ان هو ثابت كده اصلا. بس على فكره انا اعرف عنك ان انت في حاجات كتير بتجربيها، انت بتحلفي بالله ان انت مجرباها. ماشي بس قبل ما أنا بتجيبي. ما جربتش ده ما الروجات لسه. جربتيهوش. في حاجات كتير على فكره عاوزه اقول لكم بتنزل تتسوق وتاخد قطعه وتجربها، لما بتعجبها بتنزل بقى تاني يوم تتسوق وتجيب كميات. مفيش؟
الله ده قلم الحواجب. حلو ده. ايه ده اسود؟ لا ده مستهيألي. متستهيألي؟ ده بصوا ده شوية بني غامق وهنشيل قوي. وهنعرف. وبرده ثبات، وده الحلال يا مرمى. ثبات. عاوزه تتوضي تغسلي وشك ولونه حلو. طب هو كان في منه درجه فاتحه شويه. حواجب وتاتو في نفس الوقت. قربي عليا. بتحطيه لمده ربع ساعه وتشيليه بيديكي اللون البني الطبيعي بتاع الحاجه. ده بكام برضه؟ 35. يعني لازم اشيله؟ ما ينفعش اسيبه؟ لا تشيليه. لازم اشيله. طب وريني كده العلبه بتاعته عشان اللي يعجبه ياخدوا سكرين. طب كان في لون بني فاتح شويه. هو بينزل درجه واحده. هو درجه واحده؟ بس حاساه غامق قوي زي الاسود. انا عايزه اشوفه عليا. ماشي. هو في برضه روج بيتجرب وانت بتشتريه. يعني اشوف بس ماشي مع بشرتي. وافرض انت سبتيه تيجي بقى اللي بعدك تاخده. يابا مفيش ما انا عايزه اخده، انا هاخده يعني بس عايزه يا بابا اتاكد انت تاخديه بقى خلاص تجربيه براحتك. الكلام ده كله مفيش حد بيجرب. طب ولا على فكره انا جالي كومنت والله العظيم على الفيديو الاخير اللي هو مصورينه بالطول، حد قال لي والله امبارح بالليل شكرتني. قالت لي كانت بنتها وشها فيه قشره وفيه حبوب، قالت لي خلى وشها بشرتها منوره ونضره كاني بشره بيبي. قالت ان وش بنتها كان فيه قشره وكان فيه حبوب شباب كتير. هي جات لي قالت لي استني بس اكمل بس معلش بعد ما قطعت كلامك. قالت لي ان فعلا خلى بشره بنتها منضره زي بشره البيبي من قشور بقى ومن حبوب عالج الكلام ده كله. هو المنتج ده عشان ما عندهاش حاجه لحب الشباب الا المنتج ده، وبخلاف كده كمان ده بيعالج الكلف اللي بعد الولاده. اتكلمي انت بقى يا جميل وشكرتك وقالت لك ايه؟ بصي بقى هي جت قالت لي انا وش بنتي بايظ، رحت لكذا دكتور وما جابوش معايا نتيجه. ده قبل كده بقى. هديكي مجموعه هتستعمليها مع بعضها وهتعرفي النتيجه ايه. ماشي. يعني ممكن يا مريم انا مش عارفه حاجه لبشرتي اقول لك بشرتي مشكلتها ايه تديني حاجه مناسبه. طبعا. تمام. ادي نوع ادي 2 ده اللي انت اديتيه لي المدام. 3 انواع دول. يعني انا اخد الثلاث انواع لو عندي مشكله؟ دوت هيشيل لك الرؤوس السوداء وحب الشباب اللي هو ايه المفروض ان احنا بنستعمل ده عشان يموت الحبوب الاول. يعني الاول انا عندي حبوب في بشرتي هنموتها الاول بده. تمام ماشي ماشي. يفضل منها زي رؤوس او القشور بتاعتها. اللي هو تفاحير في البشره مكان حب الشباب ناخد بعديه ده. طب حلو الكلام. عايزه بقى افتح المنطقه اللي انا استعملت بيها. تمام. ماشي هاخد ده مع ان ده تفتيح قوي جدا. ماشي بس في عندي حتت بتطلع في اماكن حساسه مش هينفع احط ده. تمام. احط ده. طيب يعني احنا ناخد ده لبشره الوش، نشتغل الاول على ده وبعد كده نفتح بده. بالظبط. لو اماكن حساسه ما ينفعش اخد ده، هاخد ده وده. بالظبط صح كده بخلاف ده خالص. طيب قولي لنا بقى كده ده كام وده كام وده كام؟ 35 و50. تمام. بصوا بقى وده على النت وشوفي ده اصلي اهو يا جماعه، مختومه اهي العلبه مش كوبي ومستورده. ماشي حلو يا مرمر، جميل يا مرمر. ايه تاني؟ بصوا الناس واخده ايه ما شاء الله. يعني اللي بيجي هنا عند مرمر بيجي يجرب الاول ياخد مره، وان عجبه الشغل بيجي ياخد بقى لاصحابها، تيجي تاخد لاصحابها لجيرانها لاختها. يلا يا مرمر ايه بقى ده؟ ايلاينر. ده حاجه جديده. ماشي قولي لي كده. اقل من 100. عاوزه اقول لكم ان في ناس بتستنى فيديوهات مرمر الوكاله عشان تشوف ايه الجديد وتنزل تشتري. ده ايلاينر مش ليب لاينر. صح كده؟ وريني الجمدان ده. قربي تاني عليا. ايه الحلويات دي؟ ثبات رهيب جدا. ماشي ومعمول من ايه كمان؟ من ايه؟ من جل الصبار. يعني حاجه صحيه كمان، يعني ولا توقع ولا تعمل لك تجاعيد. جميل قوي. اللي في كل حته عامل 25 جنيه. الايلاينر عندنا ب 15 جنيه. ايه ده ب 15 جنيه؟ لا ده بكام اللي في ايدي؟ 25. ده ب 25 جنيه وفي بيحتوي على جل صبار كمان. تمام. ده بكام؟ 15. بصوا بقى التقل بتاعه، بصوا التركيز. تقدري تتحكمي فيه تخليه رفيع او عريض. بالقلم ده. تمام. وده حلو برضو قوي يا مرمر. اللي هو عاوزين انا من رايي ادفع ال 10 جنيه واخد ده عشان جيل الصبار بس. صح كده؟ صح الكلام؟ صح. انا وجهه نظري صح وقلت اخد برضو راي مرمر، وانت ليكي حريه الاختيار. دي انا خدتها. دي رهيبه. الاسبونجه رهيبه اقسم بالله عليه العظيم رهيبه عشان انا استخدمتها فعلا. بصي بقى جلد وسع بيطلع، شعر تحت الجلد بيطلع، جلد ميت، الجلد الميت بيطلع، بتفتح، الرؤوس السوداء بتطلع، تفتيح بتفتح، رهيبه فعلا. انت ما بتحتاجيش تروحي لا حمام الثلاث ولا حمام الاربع ولا اي حاجه، بتجيب معاكي
من الاخر. والله العظيم انا كان في بشره وشي كان في جرح، واول ما جبتها من عند مريان غسلت بيها وشي لما قالت لي بتعمل صنفره للبشره. عاوزه اقول لكم مفيش اي اثر واقسم بالله العلي العظيم يا جماعه الكلام اللي بقوله ده حصل، للجرح ولا ليه اي اثر خالص لاي علامه. يعني دي رهيبه، خلايا جلد ميت، جلد وزه، تفتيح بشره، ممكن تستخدميها لبشره جسمك برده رهيبه. ثمنها كام قلت يا مرمر؟ 20 جنيه. انا كنت واخداها من فتره كانت ب 15. بقول لك قشري البتاع كده نشوفه. عاوزين نشوف المقشر. وريني بصوا بقى عشان اشوف لونه يبقى ايه. قربي يا مرمر عليا معلش. انت لو عملتي كده بصوا الله ايه ده؟ بصي يا سندي انا واحد. الله جميل جميل يا مرمر، من غير بقى ما تصبغي حواجبك ولا اي حاجه خلاص. ده يقعد كام يوم من ده يا مرمر؟ يقعد كام يوم في الحواجب؟ 3 ايام. انت قلتي عامل كام اهو؟ ده يا جماعه عامل كام ده؟ 35. بصوا بقى اللي في ايديها بسبب اللي احنا حطيناه على ايديها اللي هو المقشر. هو فين المقشر؟ هاتيه كده، وده السعودي متهيألي. بصوا بصوا هي واقفه حد مش موجود فيه. قربي يا مرمر. لا قربي من بعيد كده مش هيبان. اهو الخريطه اتشالت اهي. بصوا اللي كان على ايديها بسبب المقشر اهو اللي احنا وزعنا على الحاجات اللي هي كانت عاملاها في ايدها. وريني كده شهاده الناس اللي واقفه اهي. بصوا هاتي بقى الايد الثانيه. يعني بصوا تقشير، هاتي الايد الثانيه تقشير وتفتيح. بصوا الفرق ما بين الايد دي والفرق ما بين الايد دي جميل. اللي هو ده يا مرمر، اللي هو ده السعودي. على فكره هو بيكلم اللي جنبه. ده السعودي، يا بابا. ده السعودي ب50 جنيه. هو بالخيار بس. لا في بالخيار وفي بالرمان. في بالرمان والخيار. طب انهي افضل؟ الاثنين زي بعض. ماشي جميل جدا. في ايه تاني عندك؟ انا عاوزه الجديد كله. ايه الكونسيلر ده ولا ايه ده؟ ده جديد عندها كونسيلر مايت سينما. ده في درجات منه كتير عندها اهي. هو ايه ده بقى؟ ده كونسيلر وحاجه تانية؟ ده يبقى عند مدمع العين؟ لا امال ايه؟ دي الفرشه. بس انا كنت مصوره معاكي كونسيلر فيه فرشه، وريهوني تاني نوريه للمتابعين اللي اول مره بيشوفونا. خلص مش عارفه يجيبوا حاليا. طب ليه كده زعلتيني؟ ده الجديد بقى مني، ده كونسيلر ومعاه فرشه. يا ابله بص. الله جميل ابله جميل يا مرمى. كده لسه مطلعين. بصوا اهو يا جماعه درجات كتير، 104 103. بصوا بصوا ما شاء الله بتبيع منه كميات. ده عامل كام ده يا مريان قلتي؟ عامل كام؟ 75. وروني كده بكام؟ نعم 75. بصوا باودر ايسنس وينفع هايلايتر يا مرمر. هو هايلايتر. عايزه اقول لك ان هو طالع اصلا ترند جدا. ده هايلايتر ايسنس. في بقى اللي هم الحاجات الصغننه ب 15. عباره عن ايه؟ كريم ولا سبراي؟ سبراي. ده اللي هو البادي سبلاش اللي ب 15. قولي كده طيب. مش راضي يعني سبراي مش راضي يطلع. دي بتاعتك هنشوفها. ينفع نعمل ايه يا بصوا يا جماعه اهي بالاسبونجه. سيبيها في حالها. بصوا الدرجه في ايدها. وريني طيب اللي قلتيه. طبعا درجات يا مرمى. ده اللي انت عايزاهم دول. وهو يكفي. بصوا يكفي ان هو من ايسنس. بكام يا مرمر؟ ومشهوره وحاجه نظيفه. بكام؟ 35. 35 جنيه. 25. لو عاوزه درجه تانية نفس الدرجه خدي علبه تانية. هايلايتر بتاع الجسم. ده هدى الهدى بيوتي. هدى بيوتي. بصوا هايلايتر للبشره بقى، بشره الجسم. ده كده. فين انا فاكره ان انا صورت منها واخد على فضي شويه. في منه ولا هو النحاس اللي عندي؟ بينزل لونين فضي ونحاسي او فاتح وغامق. وريني كده. بصوا ده بكام يا مرمى؟ 75. 75. جميل جميل جميل. لا جميل حلو. بصوا بقى الحاجه الحلوه فعلا لازم نديها حقها. جميل يا مرمر. حلو قوي. هو كله بيبقى جليتر يا مرمر صح؟ بيقفليه كده. خدي. انهي واحد طيب؟ وانا اللي هو ده كده. مين اللي عايزاه؟ قبل بقى ما تجيب لنا الحاجات التانية عاوزه اتكلم عن المنتج ده. حلو قوي البيكنج باودر ده ليسيون بماء الذهب. في منه بالفحم. بكام؟ المتاح عندها دلوقتي ماء الذهب. بكام يا مرمر؟ 75. بكام ده يا مرمر؟ 75. ده حلو قوي يا جماعه، بيفتح البشره، خلايا جلد ميت، تجاعيد، وناس كتير كانوا بيشكروا فيه. ده فاونديشن. لا ده اللي هو يحمي من اشعه الشمس، صن بلوك، وفي نفس الوقت فاونديشن. يعني الاثنين في واحد. فاونديشن
سان بلوك وان واي اكس. في عندي هنا كده في منه درجات بكام ده؟ 35 جنيه 35 يا بلاش يعني. مستورد. والاصلي مستورد، وعندك 2 في 1 هتاخديه كفاونديشن وتنزلي بيه في الشمس. وسان بلوك كمان. اتفضلي. البودره المائيه دي الفلبيني ودي الاصلي عند مرمر الوكاله. بكام يا مرمر؟ 30 جنيه ب 35. وبصوا بقى تاريخ الصلاحيه ل 2027. بصوا بقى ده ماسك تفتيح فوتي. مستعجله وعاوزه تفتحي بشرتك قبل الميك اب، بتستخدمي الماسك ده. الكميه اللي في الكيس ده بتكفي مرتين. بكام بقى؟ ب7 جنيه ونص. بتفتح الحاجه اهي من الكراتين بتاعتها والحاجات باكياسها، عندك بودر فيه ولا نواقص ولا مستعمله. تعالوا بقى اقول لكم نروح لمرمر الوكاله ازاي لو انت اول مره بتتابعيني. انا لما بروح لمرمر ببقى جايه من على كوبري 15 مايو كده، انا موجوده ناحيه الكورنيش. هنزل بس من على كوبري 15 مايو وهعدي الطريق علشان انا همشي على الصف اللي فيه جراج وكالة البلح كده بقى. انا لو انا جايه من على كوبري 15 مايو، لو جايين بالمترو اقرب محطه مترو بتكون محطه مترو ماسبيرو. بتخرجي من المحطه وبتمشي في اتجاه زكي السماك على يمينك، والظهر الكوبري على شمالك. بتفضلي ماشيه تحت الكوبري لغايه لما توصلي لجراج الوكاله. ده كده جراج وكاله البلح السوري الحديدي ده. انا هكمل بقى على طول، هيقابلني اليافطه دي بعد الجراج على طول. يبقى كده انا ماشيه على الصف اللي فيه الجراج. هيقابلني بعد الجراج كوبري 15 مايو، وبعد كده هيقابلني اول شارع بقى بعد الكوبري على اوله محل ملابس اسمه سنتر النور للملابس. كده اعرفوا ان انتوا ماشيين صح. بسيب بقى الشارع اللي على اول سنتر النور للملابس وبمشي خطوتين بلاقي تاني شارع بعد الكوبري على اوله يافطة مول ممشى مصر. لو جايين بقى بالمواصلات من المحافظات بتنزلوا للتحرير، ومن التحرير بتاخدوا اي ميكروباص رايح ساحل رود الفرج او رايح شبرا الخيمه، وبتخلوا السواق ينزلكوا عند مول ممشى مصر. خلصنا الشارع اللي فيه مول ممشى مصر بنمشي على شمالنا، بيقابلنا على اليمين مدرستين، مدرسة التحرير وجنبها مدرسة النيل وفرش مريان، قدام آخر سور لمدرسة النيل التجريبية.